ئامادەبوانی بەڕێز مامۆستایان توێژەرانی بەڕێز سەرەتا پێویستی دەزانم زۆر سوپاسی برای بەڕێزمان پرۆفسۆری یاریدەدەر کاک دکتۆر ڕێبەر بکەین بۆ ئیدارەدانی ئەو جەلسە زانستیە و لەبەر ئەوەی توێژینەوەکەم بە زمانی عەرەبی حەز دەکەم هەر بە زمانی عەرەبی ئەو پوختەتان پێشکەش بکەم. طبعا الأساتذة الأفاضل أيها الباحثون الكرام، كما ترون عنوان دراستي معنونة بسردية التغطية الإعلامية لشبكة BBC الأخبارية في تناول الحرب بين حركة حماس والإسرائيل. الأساتذة الأفاضل، كما تعرفون أن التغطية الإعلامية هي أداة مهمة في رفد الجمهور بالمعلومات والتفاصيل ودقائق الأمور حول القضايا والنزاعات التي تحدث عادة على المستوى الدولي أو على المستويات الإقليمية وحتى على المستوى الداخلي، وتلجأ إليه المؤسسات الإعلامية أوقات النزاعات وكذلك وقت الصراعات، سواء كان هذه الصراعات أو النزاعات أو أحداث طبيعية إنسانية أو أحداث غير طبيعية. في الحرب الأخيرة التي بدأت بعد عملية ما تسمى بطوفان الأقصى التي أقدمت عليها حركة حماس على الجيش الإسرائيلي، برزت أهمية التغطية الإعلامية. لجأت كبريات المؤسسات الإعلامية على المستوى العالم إلى تغطية هذه الحرب وتفاصيلها وتشعباتها السياسية ورهاساتها السياسية والأمنية والعسكرية، ليس على منطقة الشرق الأوسط وإنما على العالم برمته، وكان لها انعكاسات على أداء العمل الإعلامي وكذلك على دور الإعلامي وتحليل المضامين وإنتاج المضامين الإعلامية. شبكة BBC هي من الشبكات الإعلامية العملاقة والرائدة في مجال التغطية الإعلامية، لها باع طويل في مسألة التغطية الإعلامية. ما أردت أن أركز عليه في خلال دراستي هذه ولاحظت من خلال التغطية الإعلامية، من خلال متابعتي للتغطية الإعلامية لهذه الشبكة، جذبني يعني ظاهرة مهمة من الظواهر في موضوع التغطية الإعلامية، هو الاعتماد على السرد وتجرانوا على السرد في التغطية الإعلامية بأدواتها وأساليبها المتعددة التي نتحدث عليها الآن. طبعا تتكون هذه الدراسة من مطلبين إضافة إلى مقدمة ومجموعة من النتائج والاستنتاجات. في المطلب الأول حتما ركزنا على الجانب الإجرائي، الإجراءات المنهجية للبحث، إضافة إلى تقديم التغطية الإعلامية، تعريف التغطية الإعلامية وأساليبها وأنواعها وسماتها الأساسية، إضافة إلى يعني بيان دور العلاقة بين السرد في العمل الإعلامي، لا سيما في موضوع التحرير الصحفي وخصوصا عند صياغة الخبر داخل التغطية الإعلامية. والمطلب الثاني ركزنا على الجانب الميداني للدراسة من خلال 5 مسارات أو 5 أنماط رئيسية، وهي أدوات وأساليب اعتمدها القائم بعملية الاتصال في مؤسسة BBC في تشكيله أو في تقديمه لتغطية هذه الحرب. نعم أيها الأساتذة الأفاضل، إن الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة تركز على الإجابة على سؤال المركزي، هي سردية التغطية الإعلامية في شبكة BBC الخبرية مبنية على أي أساليب وقالب فنية. طبعا يفتح هذا السؤال المركزي الباب أمام جملة من الأسئلة فرعية أخرى حاولنا أن نجيب عليها من خلال هذه الدراسة. مثلا على سبيل المثال، ما هي الشخصيات الأساسية محور الحدث في هذه التغطية؟ وكذلك هل أن للأساليب المعتمدة السردية المعتمدة من قبل محرري الأخبار في BBC كان لها دورها من خلال المضامين الإعلامية، دورها على أداء أو المبادئ الأساسية للعمل الإعلامي المرتبط BBC من ناحية الموضوعية والحياد؟ وهل أراد القائم بعملية الاتصال من خلال تبني هذه الاستراتيجيات السردية وأدوات السردية على أن يوجه من خلال المضمون الإعلامي الجمهور إلى وجهة معينة بما تتماشى مع السياسة الإعلامية لBBC؟ طبعا اعتمدنا
منهج تحليل المضمون من خلال المنهج الوصفي لعينة الدراسة المتكونة من 73 خبرا سياسيا نشر على المنصة الإلكترونية لبي بي سي خلال هذه الحرب والتي هي مستمرة. طبعا عينة الدراسة من الناحية الزمانية كانت الشهر الثاني من الشهر الأول، الكانون الثاني الشهر الأول من هذه السنة 2024، وعدد الأخبار السياسية هي المتشكلة 73 خبرا سياسيا. نعم، نأتي إلى الجانب الميداني الأهم في الدراسة. طبعا توقفت على سردية التغطية الإعلامية في شبكة بي بي سي من خلال عدة محاور. أولا من الناحية التركيب، من الناحية يعني الأسلوبية والقوالب الفنية والشخصيات محور الحدث، وكذلك تكرارات لنوعية الأسماء والأفعال المستخدمة داخل التغطية، وإضافة إلى الأسلوب السردي يعني مركز داخل التغطية. فيما يخص الجدول الأول ركزت على السرد البسيط والسرد المركب، وكما تلاحظون أن أكثرية التغطية كانت مبنية على السرد البسيط وتلتها السرد المركب. فيما يتعلق بالقوالب الفنية، عندنا فنان يعني لجأ القائم أو المحرر في بي بي سي إلى نوعين فنين من الفنون الإعلامية، وهما الخبر وكذلك التقارير الخبرية، لكن تركيزه كان بالدرجة أساس على الأخبار ومن ضمنها الأخبار السياسية. نعم، فيما تخص شخصيات محور الحدث، هذه مهمة جدا، لأن القائم بعملية الاتصال من خلال هذه الشخصيات أراد أن يركز على جانبين من هذه الشخصيات. أولا، هذه الشخصيات كمحور للأحداث وصانع للأحداث، أو هم يعني كروات يسردون الحدث داخل التغطية الإعلامية. وهذه الشخصيات عبارة عن مجموعة من الشخصيات السياسية وذات النفوذ في إسرائيل وعلى المستوى العالم وعلى المستوى حركة الحماس. وهذه الشخصيات عبارة عن شخصية نتنياهو وشخصية بايدن الرئيس الأمريكي، وكذلك وزير الخارجية الأمريكية بلينكن، وكذلك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وديفيد كاميرون وزير الخارجية الأمريكية. من خلال هذه الشخصيات تبين لي أن أكثرية السرد كان مبني على شخصية نتنياهو، حيث حصد أكثرية تكرارات هذه الفيها وتلتها شخصية بايدن، ثم شخصية إسماعيل هنية جاءت ثالثا من حيث الاعتماد كشخصيات يعني كصانعي الأحداث أو كرواة للحدث المركزي داخل هذه التغطية. وفيما يتعلق بالأسماء والأفعال المكررة، جاءت أسماء الأعلام كما أشرنا نتنياهو إلى آخره في المرتبة البلدان في المرتبة الثانية. مثلا هذا عندنا من الناحية السردية عناصر السرد عبارة عن الزمان والمكان، يعني الزمكان داخل التغطية الإعلامية. كان الزمان عبارة عن مركزة على البلدان بالدرجة أساس إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، وبعد ذلك فلسطين، وأسماء محددة. والمدن كان بالدرجة الأساس أتت تكراراتها بالدرجة الأولى غزة، وبعد ذلك إسديرود والنبطية والصفدي في جنوب لبنان. أساتذة الأفاضل، فيما تتعلق بنوعية الأفعال المستخدمة، لاحظت 3 فئات رئيسية لهذه الأفعال. هي أفعال مرتبطة بالاعتداء، وهو استهدف، قصف، شن، دمر، قتل. أفعال مرتبطة بالدفاع عن النفس، أدان، رفض، اعترض. أفعال محايدة، قال، أعلن، أبدى، أعرب إلى آخره. ومن زاوية الفئة الأسلوب السردي ركزت على من زاوية المتكلم التغطية الإعلامية، من زاوية الخطاب وزاوية المخاطب. استطاع القائم بعملية الاتصال في بي بي سي أن يوازن بين نوعين من فئة الأسلوب السردي، وهما من زاوية المتكلم وزاوية الخطاب، وهي يعني عمل جيد جدا من الناحية الموضوعية التي اتبعتها التغطية الإعلامية في بي بي سي. نأتي إلى النتائج. طبعا كما أشرت ضمن الدراسة الميدانية،
اعتمدت شبكة بي بي سي لها بشكل رئيسي على القالب السردي البسيط في تغطيتها. قدمت شبكة بي بي سي تغطيتها الإعلامية على قالبين أو فنين، وهما الخبر والتقارير الخبرية، والخبر كان موزعا على الخبر البسيط وكذلك الخبر المركب. قدمت الشخصيات التي شكلت محور الأحداث الإعلامية في هيئتين. عندنا فئتين من الشخصيات. الشخصيات الرئيسية محور الحدث هما نتنياهو ثم بايدن، وأما الشخصيات الثانوية كانت هنية وبلينكن ثم هاغاري المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي. في حقل الكلمات المركبة أشرنا إلى نوعية الألقاب والأسماء إلى آخره. وتوزع الأساليب السرد على 3 فئات أساسية: أساليب السرد بزاوية المتكلم والخطاب مع غلبة فئة المتكلم على الأسلوب السردي. نعم، الاستنتاجات نركز عليها، هذه مهمة. الاستنتاجات بناء على النتائج التي توصلنا إليها. يعد تفضيل موقع بي بي سي الإلكتروني إلى اعتماد القالب السردي البسيط على القالب المركب جنوحا نحو تغطية بسيطة للحرب، وليس تغطية مركبة دون التنوع والتعمق في وصف الأحداث والوقائع في وقت إذا أخذنا بالاعتبار حدثا بمثابة الحرب بين حماس وإسرائيل وتداعيات، كان يجب على بي بي سي أن يكون تغطيتها أكثر وأعمق، أي أن يكون تغطية مركبة. ضغط على التغطية الإعلامية لبي بي سي أحادية السرد بإعطاء أكبر مساحة للسارد الإسرائيلي، وفي إنتاجات خبرية نادرة أعطيت المساحة للراوي الفلسطيني، لكن ليس بمضمون سياسي وإنما بمضمون عسكري وصادر عن حركة الحماس. أراد القائم بعملية الإسراف في شبكة بي بي سي توجيه الجمهور نحو السارد الإسرائيلي للحرب بدرجة الأساء عبر جعل اسم نتنياهو رئيس الوزراء كشخصية رئيسية محور الأحداث، وتوظيف خصيصة أسلوبية عنصر السارد لغايات معينة. غدت تبني، هاي أشرنا إليها. النقطة الأخيرة، الاستنتاج الأخير، هذا مهم جدا. مال القائم بعملية الاتصال في شبكة بي بي سي إلى تقديم تفاصيل الحرب عبر قائلها راوية اعتمادا على الأسلوب السردي مبني على المتكلم. حاول أن يوازن بين المتكلم والخطاب عبر إعطاء مساحة لا بأس بها للأسلوب السردي المبني على الخطاب، حرصا منه على أن لا يبتعد كثيرا عن مبادئ العمل الإعلامي، وعلى رأسها الموضوعية التي تساهم اللغة المستخدمة، وعلى رأسها الأسلوب السردي في صياغته. شكرا جزيلا، شكرا لحسن استماعكم.